سيناريوهات صعود الزمالك في ايدين ربنا وفي ايدين المصري. مباراة المصري مع زيسكو لو انتهت بتعادل او بخسارة يصعد الزمالك بأي نتيجة امام كايزر حتى لو خسر. يعني عندك المصري يتعادل او يخسر يصعد الزمالك مباشرة حتى لو خسر امام كايزر. طيب في حالة لو كسب المصري، لو المصري فاز على زيسكو في الحالة دي بس لازم الزمالك يكسب كايزر، ملوش احتمال تاني، لازم يكسبه، ما ينفعش يتعادل، لازم يكسب. يبقى انت كده امام احتمالين كلهم في ايدين ربنا والمصري، ان المصري لو تعادل او خسر في المباراة القادمة الزمالك يصعد مباشرة حتى لو خسر. طب لو الزمالك لو المصري فاز، حتى لو المصري فاز لازم الزمالك يفوز على كايزر، فانت تلعب على المضمون وتحاول تكسب كايزر علشان تصعد انت وكايزر مباشرة بغض النظر عن مباراة المصري. والله في حالة لو حصل تعادل الزمالك مع كايزر او خسارة، في الحالة دي الصعود في ايدين ربنا والمصري فقط انه يتعادل او يخسر. دي السيناريوهات المتاحة لصعود الزمالك، وبإذن الله الزمالك يصعد، وبإذن الله الزمالك بغض النظر عن كل الظروف اللي مر بيها. النهارده شفنا التحكيم ظلم المصري وظلم الزمالك، ضربات جزاء من وحي خيال الحكام، وأرضية ملعب زبالة، بس إن شاء الله الزمالك هيصعد بإذن الله.